السلام عليكم، الصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم كاملين. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم وصفة تاع الفلان المقاهي اللي راه داير حالة، ولا فلان تاع الدار كما نقولوا له. هذه لا غوسيت دايره حالة في القهاوي، يحبوها بزاف الرجال. هنايا وصفة اقتصادية وألذ مما يكون. بحبة بيض وحده برك، مالغريكم تشوفوا الجينواز عالية. دوك نمروا المقادير ونشوفوا فيها. هنا عندنا حبة تاع بيض بحرارة المطبخ، ما تجبديهاش نيشان من الفريجيدار ونخدموا بها. قرصه تاع ملح، اللازمه القرصه تاع الملح بتبين مليح النكهات. وخمس مغارف تاع سكر، 5 ملاعق تاع اكل، 5 مغارف. ونحكم الفوي ونحرك مليح هذاك البيض مع السكر مع القرصه تاع الملح. واللي تبغي تخدم بالباتور كيما انا هنايا راني حندير الباتور دو بريفيرونس، ديروا بالباتور باه يطلقكم ليه. هنا درت مغرف تاع لافاني، واللي تبغي تحكم غير هكا الفوي وعندها الجهد باه تخبط مليح دير غير بالفوي. هنا ندير بالباتور، ندخل مليح هذاك البيض مع السكر واللافاني وهذيك قرصه تاع الملح. ومن بعد نمر المقادير اللي موراها، اللي هي عندنا دوك تشوفوا معايا 10 ملاعق تاع زيت كبار، فاني تاكل بطبيعه الحال ماشي صغار. وهنايا باه نقول لكم العبر تاع السنيوه الكبير ماشي صغير، اللي 30 على 40 سنيوه. هذه التحليه تقطع لكم قد عائله كامله تاكلوا اليوم وزيدوا غدوه. اقتصاديه وكميه وفيره، اني نقول لكم جربوها وما تندموش. هنا كيما شفتوني درت 10 ملاعق زيت، 10 ملاعق زيت معمرين، وزيدوا نخبطوا هنايا بالباتور مليح باه يدخل هذاك الزيت. ومن بعد نمروا للحليب، ندخلوا هكا كل حاجه وحدها، ما نخلطوش كلش ونديروا باه تجيكم خفيفه هذيك لا جينواز. هنا راني انا نحسب لكم بالملعقه بلي 10 ملاعق، واللي يدير بالكاس دير بالنص تاع الكاس، نص كاس. نخبط مليح هذاك الحليب مع كامل المكونات تاعي. عندي هنايا درت باكي تاع لا ليفور شيميك، والفارينه درت فاني 10 ملاعق. يسمى حبه بيض، رشه تاع ملح، 5 ملاعق تاع سكر، و10 ملاعق زيت، 10 ملاعق تاع حليب، و10 ملاعق تاع فارينه. مقادير مضبوطه، ما تغلطوش وما تغيروش فيها. زدت الباكي تاعي تاع الخماره، نكون شعلت ديجا الكوشه، خليتها تسخن مليح كما كتشوفوا هنا. هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه، ما يكون سايح كاع، ما يكون ناشف. هنا نجيب هذيك الكميه قليله، نتوما تبان لكم قليله في السنيوه بصح سعفوها وايطالوها كامل. ودوك تشوفوا معايا النتيجه مع التالي. حبه بيض وحده دلك سنيوه تاع 30 على 40، توكل لك عائله كامله وتتزايد لك منها. على ذاك قلت لكم بلي اقتصاديه، وهذه ذاك نديروها غير بشكاره تاع حليب. ما تستحقوا لا فلان لا شيكولا لا حتى حاجه. فلان اقتصادي والبنه تاعو ما نحكيلكمش. جربوه ورجعوا لي خبر في لي كومونتير. هنا نسعف هذيك لاباط تاعي، نفوتها كامل ونسي نديرها طبقه متساويه. شوفوا هنا تبان لكم رقيقه، بصح كي طيب غير حد ديفلوبا مع ديك الخماره، الوحده تاع الخماره تجيكم هايله في العلو تاعها. ما تزيدوش اكثر من حبه تاع بيض. ندخلها طيب ونجي هنايا مع بعض نخدموا لا كريم تاعنا فاني اقتصاديه واسهل بما يكون. عندي شكاره تاع الحليب، حليب عادي تاعنا شكاره. انا بطبيعه الحال شكاره راهي مغسوله. نحل الشكاره تاعي ونفرغ اللتر تاع حليب. ما يتبقاش ديري باللحظه ولا ديري دبر راسكم. اللي تبغي دير كونديا ولا دير، بصح بحال نبغينا حاجه اقتصاديه اللي هي شكارتك تاع الحليب تفرغيها وتزيدي نفس الكميه تاع الحليب تزيديها ماء. يسمى هذا الليكيد يكون عندك 2 رواتل، لتر تاع حليب ولتر تاع ماء، وكاس هذاك اللي عبرنا به في الاول معمر تاع سكر. اللي تبغي الحلاوه اكثر تزيد اكثر، نتوما ذوقوا وشوفوا. نخلط هذاك السكر مع الحليب ونزيد كاس تاع مايزينا، نفرغوا كامل هذاك الكاس اللي عبرنا به. وفوق هذاك الكاس نزيد 2 مغارف تاع النشا اللي هي المايزينا، 2 مغارف كما شفتوني. هذاك هو التعمر تاعهم. نخلط مليح بارد في بارد هكا قبل ما ديروها فوق النار. خلطوا كلش باه ما تديرلكمش هذيك المايزينا دلكم هذيك لي غروم هكا البراكس هذوك في لاكريم تجيكم ليس. وهنا عندي لاغوم تاع الكراميل.
هو هذا الفلان يدير هكا بالكراميل، اللي تبغي تبدل الكو تبدل، بصح هي اللي معروف منه انه هذا الفلان هكا تاع كراميل. نجيبو هنا كيما قلت لكم، ذوقوا الحلاوه وذوقوا اون ميم طون الكو، لا بزاف ولا تزيدوا. زدت انا هنايا شويه لاغوم تاع الكراميل والسكر، هذاك هو اللي تبغي تزيد. نخلط مليح مليح ونديرو فوق النار، ونلي نوصيها لكم ما توخروش من قدامه. ها هو القوام اللي تحصلت عليه، درتو فوق النار وخلط خلط خلط، ما تحبسوش تحرك. هنا في الاخير كاع نزيد شويه لاغوم للون وفالي للنكهه. كيما تعرفوا لي زاغوم كي نديروهم فوق النار ونخلطوا بزاف راهي تطفى هذيك الذوق تاعهم، يطفى شويه. في الاخير كامل ديروا غير شويه شتو الكميه، انايا ما با 4 مغرف هذيك تاع قهوه. نخلطها مليح ونجيب جينواز تاعي اللي كانت طابت، اللي كنت شعلت لها مليح، ومن بعد نشعل غير مع التالي. شوفوا شتو كيف طابت. كي نشوفوا العجينه مع الاول نقولوا مش حد لنا هذا البسكوي هكا طالع وطري ونتيجه ولا اروع. انا كيما جبتها من الكوشه وهذه فين كانت سخونه درت كلش مع بعض، ما تخلوا حتى حاجه تبرد نورمال، باسكو هذوما حين يبردوا من بعد مع بعض. هنايا درت الكريمه تاعي فوق هذيك البسكوي تاعي اللي كيما قلت لكم شعلت له غير من تحت كي طاب، شعلت له من فوق شويه دغي هذيك لا كولور دوري وطفيت. نيطالي كامل هذيك لا كريم، نفرخها كامل ونسي نهزها كاسنيوه تاعي بتعطيني هذيك لاكوش اللي من الفوق، ونديها في الثلاجه. هنا اللي عندها سوبر كريم هذيك الفوق كوش فوقانيه اللي تشريها واجده، دير سوبر كريم خفيها بشويه تاع ما وايطاليها من الفوق. ما عندكش هذه فاني انا صنعتها سوبر كريم وخرجت لي ولا اروع من فوقو، وحاجه نعرف فيها ولي زانغريديون اللي فيها خير. عندي كاس تاع ما 3 مغارف تاع سكر كبار، وعندي مغرف معمره مليح مليح تاع المايزينا. نخلط بارد في بارد، ومن بعد نجيب لاغوم تاع الكراميل اللي درتو في لاكريم تاعي، وندير كميه مليحه قد مغرف هكا، مغرف كبيره تاع ماكله. نخلط هكا بارد في بارد ونديه في الغاز، نحرك 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 حتى يولي يغلي ويثقلي. هنا هذا الفلان بعد ما برد لي شوفوا كيفاه ولا جاني نتيجه ما نقولكمش. نتوما جربوا ورجعوا لي خبر في لي كومونتير. هنايا هذاك السوبر كريم اللي صنعتها دوك نوريكم كيفاه القوام تاعها. بصح هنا راني حنوريكم سخونه بزاف، ما ديروش هكا سخونه بطبيعه الحال، نخلوها حتى تبرد. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. كي تفوتي هكا يصبعك في لا سباتول مش راح يرجع، تعرفي بلي القوام تاعو هذاك هو. دوك نوريكم قوام غير بالمغرف، بصح كيما قلت لكم ما ديروش هكا سخون فوق هذيك الفلان، غير لا برد كامل باه نعاودو نحطوه. شوفوا القوام تاعو، وبطبيعه الحال كي يبرد راح يزيد يثقل. هنا خلينا هذيك السوبر كريم تاعنا بردت، اني جبتها نيطاليها كاع كامل فوق هذيك الديسير تاعي فوق الفلان هذاك، وسيو غير بشويه سعفوها وايطالوها. كيما قلت لكم اللي عندها سوبر كريم شارياتو تحلو بشويه تاع ما، بس كي يجي ثقيل بزاف مش راح يعطيك الطوع باه تحلي هكا وديكوري به التحليه تاعها. جربوا هذه تحليه اللي راهي دايره حاله صح. انا كي جربتها ما كذبوش كي قالوا تحليه بنينه واقتصاديه، كاين ما كاش اقتصاد اكثر من هكا. شكاره حليب وحبه بيض وشويه سكر مع شويه مايزينا، وانتي درتي تحليه لوليداتك ولعائلتك كامله. هذه السنيوه راهي 30 على 40 تقطع لك، تاكلي وزيدي تعاودي تاكلي. هنا درتهم في الفريجيدير كيما درت سوبر كريم، خليته فاني شد روحو. هنا نمروا للتزيين والتقطيع. اذا كنتي تبغي تقطعيها ديكاري، تبغي تقطعيها مثلثات كيما تبغي ديري لها من فوق شويه نوات كوكو في كل قطعه، ديري لها شوكولا كيما انا نحن زيكزاكيها، ديري لها كاوكاو ايفيلي ولا لوز ايفيلي. المهم هنا رجع لكم التزيين، انا نعطيكم لا ريسيت بصح جربوها. سورتو البسكوي جا هايل، يجي خفيف ويجي تحس به مشرب. سورتو كي تخلوها تبات عطولها وقتها، دو بريفيرونس تبات. هذه كيما راكم تشوفوا هنا انا قلت لكم ذوبت قطعه تاع شوكولا، سمحوا لي ذوبتها وزيكزاكيت من فوق هكا غير بها الحاجه تجينا شابكم عارفين العين تاكل قبل الفم. نبغوا نديروا حاجه هكا اون كي يشوفوها تعجبنا ونبغوا ناكلوها. هذه هي كانت النتيجه خواتاتي بالسوبر كريم اللي انا درتها في الدار بلا ما تشرو. درت لكم وصفه اللي ما تستحقي بتشري حتى حاجه من برا، مقادير بسيطه وانتي درتي تحليه لوليداتك وفرحتيهم، وربي يعطيكم صحتكم ان شاء الله، وتاكلوا وتزيدوا ان شاء الله تتهنوا بها. كما العاده هذا هو الصور نخليكم مع النتيجه تاعها. دوك تشوفوا كيف هذاك الفلان يترعد وحده، وشوفوا هذيك الجينوا هذيك البسكوي حنا اللي درناه بيضه. تقولي انت يا بالك قليل، ما قليله، وشوفي ما تزيدوش اكثر من حبه تاع بيض. يترهد وحده الفوقاني بلا فلان، غير بهذاك المايزينا والسكر والكو جا فيها الكو تاع الكراميل يهبل.
جربوها ورجعوا لي الخبر. هذه هي الوصفه تاعنا كانت اليوم، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها وتاكلوها بالصحه والهنا وما تبخلونيش كيما دائما نوصيكم. كيما ما نبخلكمش بالوصفات، ما تبخلونيش نتوما بلي جيم وبلي كومونتير وبارطاجوا لا فيديو باه تعم الوصفه. ونتلاقاو باذن الله الرحمن الرحيم في وصفه واحده اخرى ان شاء الله، مع سر من اسرار طبخ واحد اخر، وان شاء الله تجربوها وتاكلوها بالصحه والهنا. الى اللقاء.